السلام عليكم حبوباتي الغاليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية، إن شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفة، هاد الوصفة هي اللي بزاف خاصة بشهر رمضان إن شاء الله. هاد الوصفة يعني خبز الدار بالفرينة، خبز عادي كيما نحضروه دائما في البيت تاعي، طريقة سهلة، 3 المكونات، خفيف ظريف. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه تاعي نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد للقناه الاشتراك في القناه، وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد تاعنا. حنبدا في الوصفه تاعنا مع طريقه التحضير، يعني المكونات مع طريقه التحضير. اول حاجه راح نحتاجوها هي النوعيه تاع الفرينه. لازم تكون عندكم نوعيه تاع فرينه جوده عاليه باش تجيكم الخبز تاعكم شباب بزاف وخفيف، يعني الخفه تكون في النوعيه تاع الفرينه. راح نستعمل كيلو ونص تاع فرينه، يعني كيلو 500 غرام تاع فرينه. هذا الخبز يعني تاع يدير لنا 6 خبزات يكونوا كبار، يعني بحجم كبير. اللي جاتها الكميه كبيره تقسم المقادير ما فيها والو، يعني ملح وفرينه وخميره، هذا مكان. نضيفوا النصف تاع العلبه الثانيه. وكاين يعني حاجه البنات ما ديروش في قصعه باش تعجنوا، لازم تعجنوا فوق البوطاجي باش الخبز تاعكم كي تضربوه يجي علامه خفيف ويجي شباب، وراح يساعدكم يعني بزاف في الضريب، يعني الارضيه تاع البوطاجي تساعدكم بزاف. راح نديروا حفره يعني في الوسط تاع الفرينه تاعنا. شوفوا الفرينه كي راه خفيفه بلا ما نغربلوها تجي خفيفه، يعني ما شاء الله كي تكون فرينه مليحه يجيكم الخبز تاعكم شباب بزاف. نديروا ملعقه الاولى تاع الخميره، يعني نديرو ملعقتين خميره ونصف، ملعقه كبيره تاع اكل، 2.5. ثم راح نحضروا الماء يكون دافي. الماء تاعنا دائما يكون دافي كي نعجنوا الكسره. هذا هو الماء راح نحضراته يكون دافي. راح نديروه على الخميره تاعنا، نخلوه يعني مده دقيقه في هذيك الخميره باش تفاعل مليح، ونخلطوه غير بيدينا بصباعتينا فقط كما هكذا، يعني حاجه سهله بزاف. وهذا الخبز يعني عادي ما تضيفوا له والو، لا زيت لا حتى حاجه لا سكر، ويجي شباب بزاف ويجي خفيف بزاف، يجي ما شاء الله. يعني راح نشوفوا السر تاع هاد الكسره ولا هذا الخبز كيفاش يجي. راح نضيفوا له نصف ملعقه تاع اكل تاع ملح. نحاولوا ما نديروهاش مع الخميره، نديروها في الفرينه، ونضيفوا الماء في الوسط حتى نليمو كامل العجينه تاعنا بهذه الطريقه. نولو نضيفوا في الماء ونليمو العجينه بهذه الطريقه هكذا. لازم الفرينه تاعنا كامل ندخلوها مع بعض ونعجنوها مليح، يعني هذه هي الطريقه الاحسن باش تعجنوا الكسره تاعكم. راح نضيف الماء كذلك، نزيدوا شويه ماء. ونليمو كامل الفرينه تاعنا حتى ندخلوها كما راكم تشوفوا. يعني هذه هي الطريقه باش نعجنوا الكسره تاعنا، يعني تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير راح تشوفوا كيفاش راح نخلو هذه الكسره تجي خفيفه بزاف وما تجيش مع الكامل داخل، ما تجيش معجنه، تجي ما شاء الله تجي كالقطن هكذا. ندخلوا كامل فرينه. هذه الكسره كان خاصه يعني بالمبتدئات اللي ما يعرفوش كامل كيفاش يديروا الكسره تاع الفرينه. بزاف تجيهم الكسره تاع الفرينه يعني صعبه وما يعرفوش يعجنوها، هي سهله بزاف كما راكم تشوفوا. هي ما لازمش تجريها بزاف وما لازمش تخليها يعني قاصحه، كي تخليها قاصحه كذلك ما تجيش وما تطلعلكش، وكي تجريها بزاف كذلك يعني راح تغبنك، ما تعرفيش تعجنيها ما تعرفيش تخبزيها، وما الشكل تاعها يجي يعني هارب. هكذا نعجنوها جيدا. شوفوا كيفاش خلينا العجينه يعني غير طريه، ما لازمش نيبسوها بزاف بهذا الشكل. ونبدا نضرب فيها نليمو كامل العجينه تاعنا ونضربوها بهذه الطريقه هكذا. نضربوها لمده يعني 5 دقائق حتى تولي رطبه، يعني حتى نشوفوا العجينه تاعنا رطبه هكذا.
بعد ما كملنا التضرب تاع الخبز تاعنا، شوف كيفاش راه يعني على شكل دائري وراه رطبه بزاف الخبز تاعنا. نجيبو باسينه ونديرو فيها الزيت هكذا، ونديرو فيها العجينه تاعنا اللي كنا ضربناها لمده 5 دقائق، يعني بدون خلاط كهربائي، بدون حتى اي آلة. راح ديري الخبز تاعك شباب بزاف وسهل وبسيط ويجيك هايل بزاف. ونخلوه يرتاح لمدة 10 دقائق حتى يضاعف الحجم تاعه، حتى يخرج كامل من الباسينه تاعنا. نغطوه بسربيته عاديه ونخلوه يتضاعف ونرجع لكم. بعد ما ضاعف الخبز تاعنا شوفوا كيفاش ولا، راه خرج كامل من الاطراف. خلوه حتى يضاعف الحجم تاعه بزاف هكذا، وننزعوه ونعاودو نهبطوه كامل. لازم نهودو هاد الطلوع كامل اللي طلعه نهودوه له هكذا. شوفوا كيفاش نهودوه، يعني غير بالعقل، ما لازمش نعجنوه باش نخسروا الخبز تاعنا. ومن بعد نقرصوه على شكل دوائر، يعني راح نطيح ليه هذه الكميه 6 دوائر. هاد الخبزه بحجم كبير، يعني راح تكون بحجم كبير هكذا، واللي حبت دير بحجم صغير راح طيح لها 12 قرص هكذا. نقرصوها كامل وندوروها على شكل دائري كما راكم تشوفوا، يعني طريقه سهله. وحاجه شابه في هذا الخبز انه كيجي شباب لازم له يريح، كيريح يجي شباب بزاف ويجي مقطن هكذا. يعني ننصحكم باش تجربوه، راه يجي هايل بزاف تاع الفرينه، يعني احسن راه يجي احسن من تاع الفيلو اللي رانا نديرو به بالسميد هذاك الرقيق تاع مسمنو كامل. هذا راه يجي احسن منه، خاصه كي تكون النوعيه تاع الفرينه مليحه. نجيبو السنيوه تاعنا، يعني سني عادي، نديرو له شويه تاع الزيت. اللي حبت دير بالفرينه دير عادي، انا راح نديره بالزيت هكذا. نديرو الزيت باش ما تسقناش الخبزه تاعنا. نمشيو كامل الزيت في السني تاعنا، ونديرو القرص اللي كنا حضرناه. هنا ما راحش نخبزوها يعني ديريكت كما راكم تشوفوا، راح نخلوها كذلك حتى تريح. يعني نغطوا الخبز تاعنا ونخلوه حتى يريح، يعني مده 2 ولا 3 ونرجعوا نخبزوه هكذا. بعد ما ريح الخبز تاعنا رانا خبزناه كما راكم تشوفوا بالاصابع تاعكم، يعني بتبداو تخبزوا غير من الاطراف. شوفوا كيفاش خليناه، يعني ما تهبطوش بزاف، ما تهودوش ما ترقوهش بزاف باش ما يجيكمش يابس ورقيق. خلوه هكا 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر في الارتفاع تاع الخبز تاعنا باش يجيكم شباب بزاف. انا نخليه يطلع ونرجع لكم كيفاش راح نطيبوا الخبز تاعنا هكذا. راح نزيد نخبز كامل الخبزات اللي بقاو لي في السنين الاخر، يعني 5 اللي بقاو. هادو راح نشكلهم على شكل كاري، كيكونوا يعني متلاصقين تقدر ديريهم على شكل كاري، راح يجيكم شابين بزاف. كما قلت لكم ما ترقوهاش بزاف باش ما تجيكمش يعني يابسه ويجيك مقطن من الداخل وتجيك الخبز تاعك طالع. بعد ما طلع الخبز تاعنا شوفوا راح نحتاجو فرينه، يعني نفس الفرينه اللي درنا منها، وراح نجيبو الغربال وندرو فوق الخبز كما راكم تشوفوا هكذا. نغطي كامل الخبز بالفرينه. هذا غير تزيين فقط، اللي تحب ما ديرش فرينه ما ديرش، يعني تقدر طيبها ديريكتومون هكذا، يعني غير تطلع طيبيها. حمي الكوشه تاعك، لازم تسخنوا الكوشه البنات، يعني سخنوا الكوشه قبل ما طيبوا الخبز باش يجيكم طالع بزاف ويجيكم شباب. انا راح نقطعه على 3 هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. راني مسخنه الكوشه كما قلت لكم، النار تكون هادئه، يعني شعلوه من الفوق ومن تحت، ونار متوسطه، ما لازمش تقووا عليها النار راح تيبس وما تجيش كذلك راح تجي معجنه من الداخل. لازم النار تكون متوسطه. راح نديروها طيب ونرجع لكم بعد ما طيب الخبز تاعنا. بعد ما طاب الخبز شوفوا كيفاش راه داير احمر يعني وشباب، ويجي الشكل تاعه ما شاء الله
خاصة يعني الناس اللي حابة دير مشروع ولا تبيع الخبز. هذا الخبز راح يجي هايل وراح يمشي لك يعني هذا المشروع. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، يعني بدون خلاط بدون زوائد، غير الخبز والفرينة ولا عفوا غير الفرينة والملح والخميرة. شوفوا كيفاش يجي، يعني يجي ما شاء الله، يجي خفيف بزاف. هادو هما الخبز الكاري اللي درناهم، هادو الدوائر. شوفوا الحجم تاعهم يعني راه كبير بزاف. راح تطيح لك كمية كبيرة. راح نقسم لكم هاد الخبزة، راح تشوفوا كيفاش جا من الداخل. شوفوا كيفاش جا، يعني يجي ما شاء الله، يجي يقطن، خاصة كي تكون الفرينة مليحة وتجي بيضة يجي شباب بزاف. مهم هي راح تساعدك يعني بالخبز تاعك يجي شباب. ولازم ثاني الخبز تخليه يريح، كي ما تخليش الخبز تاعك يريح ما يجيش شباب هكذا. شوفوا كيفاش جا مقطن ما شاء الله. البنات يعني ننصحكم باش تجربوا هذا الخبز. راه سهل والمكونات تاعو يعني خفيف بزاف، ومشي زيت ومشي خل، يعني عادي 3 مكونات فقط راح تصنعي الخبز تاعك ويجي شباب بلا ما يدي الوقت تاعك، يعني مده نصف ساعه راح تحضري الخبز. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش تخلونا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.